مرحبا فيكم أحبتنا في أول حلقات برنامجنا، برنامج ساهر الملتقى، برنامج يسلط الضوء على أعضاء نخبة الشعر والإعلام. أعضائنا الكرام مستمعين في كل مكان، يا هلا وسهلا فيكم في أول حلقات برنامجنا. نسعد سويا باستضافة قامة شعرية وإعلامية كتب الشعر وأبدعه وخاض بحوره وأعجبه، ومارس الإعلام بتخصصه وأتقنه عضو فعال في مجتمعه. رحبوا معي بالشاعر والإعلامي سعود بن محمد العضياني، رئيس قسم الاستشارات الإعلامية بالمجلس العربي للأدباء والمثقفين العرب، مالك صحيفة واصل وعضو اللجنة العليا للملتقى، والمدير الفني والإعلامي لملتقى نخبة الشعر والإعلام. حياك الله يا أبو خالد، وسعيدين باستضافتك. أبو ناصر، وحياك الله، وتشرفت حقيقة بهذا اللقاء المبارك معكم، ونسأل الله التوفيق. يا هلا وسهلا يا أبو خالد، والشرف لنا طال عمرك. أول ما نسأل أي ضيف بطبيعة الحال نسأل عن بطاقته الشخصية. الاسم سعود بن محمد بن عامر العضياني العتيبي، من سكان محافظة عفيف، وحاصل على البكالوريوس في الإعلام، ومالك صحيفة واصل الإلكترونية، ورئيس قسم الاستشارات الإعلامية في المجلس العربي للأدباء والمثقفين العرب، ومحب للتراث وللتاريخ وللقصص القديمة. والنعم يا أبو خالد، سيرة ومسيرة عملية ما شاء الله تبارك الرحمن، مشرفة. أخوي سعود، ماذا راح تكتب لنا عن حياتك باختصار التي عشتها من الماضي إلى الحاضر؟ والله، حياة الطفولة عشتها كأي طفل يعيش الطفولة، ثم التحقت يعني للمراحل الدراسية، ابتدائية ثم المتوسطة ثم الثانوية، ثم التحقت في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وحصلت على شهادة البكالوريوس في الإعلام، وعملت حاليا في قسم الإعلام والعلاقات العامة بتعليم عفيف على المرتبة السابعة. و هوايتي دائما الرياضة، وأيضا الإعلام أخذ مني الوقت الكثير، والصحافة كذلك، ولا زلت يعني مستمر في الشعر وممارسة الشعر من وقت لآخر. لا أنت يا أبو خالد، أبى استشف من جوابك عن موضوع الإعلام. هل الإعلام أنت جزء منه ولا هو جزء منك؟ الإعلام يا أبو ناصر حقيقة جزء مني. أنا ما أقدر يعني يمر يوم من الأيام ما كان عندي دور في الإعلام، سواء كصحيفة إلكترونية أو كدوري في عملي في العلاقات العامة والإعلام في التعليم. فلا، هذه لها مجال إعلامي، وأيضا الصحيفة لها مجال إعلامي، ولا أستطيع أن أستغني عن الإعلام نهائيا، فأصبح جزء مني وأنا أيضا جزء منه. سؤال قصير، ما الحكمة اللي تؤمن بها جدا؟ الحكمة حقيقة اللي أنا أؤمن بها في هذه الدنيا هي الصدق من جاه والكذب ما هو. وبالفعل هذه الحكمة اللي هي بتكون نجاة وطوق نجاة بعد حفظ الرحمن سبحانه. لو سألتك يا أبو خالد وقلت لك لو تمنيت أنك تعيش في عصر تاريخي قد مضى، وش العصر اللي راح تختاره؟ والله الحقيقة العهد اللي أنا يعني أتمناه دائما، حتى لو قبل ما تسألني يا أبو ناصر، كنت أتمنى أني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، لأن هذا العهد هو عهد الإسلام، وعهد يعني العهد اللي كل واحد يتمناه الصراحة. يا أفضل الصلاة والتسليم. أحسنت يا أبو خالد، أجوبتك كلها نتعلم منها. لو سألتك يا أبو خالد أين تجد نفسك؟ سعود العضياني وين يجد نفسه؟ والله أنا
دائما أجد نفسي مع كتاب الله سبحانه وتعالى. قراءة القرآن أجر وخير ونعمة، فأوصي نفسي وأوصي المتابعين الكرام بقراءة القرآن، حتى لو لم يتسنى إلا مع أوقات الصلاة، لأنك بكل حرف لك صدقة، وحنا في حاجة إلى الأجر ولا الصدقة والأمور هذه كلها. الله يجزاك خير يا أبو خالد، أجوبة مفيدة تثري المستمع والمتابع. لو رحنا على نطاق الشعر والهواية، بسألك وش البيت الشعري اللي نسخ في ذهن شاعرنا سعود بن محمد العضياني؟ والله أنا فيه يعني كثير، فيه أبيات كثير للشعراء سبقونا في هذا المجال. الشاعر خلف بن هذال اللي يقول: ولا تامن فرو خداب لو عاش نوبهم مات، يجينا الصبح بنياب تنسل كنها نيابه. والشاعر الأمير بن تركي بن حميد اللي يقول: خير منها الركعتين بالأسحار لطاب نوم اللي حياته خسارة. صحة ألسنتهم، والله يرحم الميت ويطول عمر الحي. أبو خالد، كلمة اعتذار توجه لمن؟ حقيقة أعتذر لكل من حصل بيني وبين سوء تفاهم غير مقصود، سواء في الشعر أو في الإعلام أو في الميدان الصحفي أو في ميدان العمل أيضا. وهذا من كرم أخلاقك طال عمرك. في ختام أسئلتنا يا أبو خالد، ما هو تقييمك لهذا الملتقى بكل صراحة؟ حقيقة إجابتي على هذا السؤال يا أبو ناصر راح تكون طويلة شوي. ملتقى نخبة الإعلام والشعر، أو نخبة الشعر والإعلام بمعنى الأصح، هذا هو الملتقى الذي وضع لأجل هدف معين، ووضع لعمل معين. وحقيقة أرى أن من أفضل الملتقيات، بل أن ملتقى نموذجي يعمل على قدم وساق من أجل إظهار وبروز الشعراء وإبراز مهارات الشعراء، وأيضا تنمية المواهب في الشعراء. فاستفدنا فائدة كثيرة في هذا الملتقى، ملتقى نخبة الشعر والإعلام. عرفنا رجال أمثالكم، وتعرفنا على شعراء من كافة مناطق المملكة الذين نعتبرهم أخوان لنا، واستفدنا منهم كثير في ميدان الشعر وفي ميدان المحاورة أيضا، وهي فن من فنون الشعر. واستفدنا أيضا منهم في طرح الألغاز والألغاز وحلها. واعتبار هذا الملتقى ملتقى نموذجي يفرق عن غيره من الملتقيات. كل الشكر يا أبو خالد على هالكلمة الضافية والوافية، وإشادتك لا شك أنها وسام جميع أعضاء ملتقانا يتشرف به، والعمل والجهد وأي عمل ما راح يجير الشخص. نجاح العمل دايم من نجاح أعضائه، الأعضاء والإدارة، العمل الجماعي هم اللي مسؤول عن نجاح أي عمل. لا شك أن كلامك كله طيب، وكلامك محل اعتزاز لكل عضو من أعضاء الملتقى. أشكرك يا أبو خالد على ما تفضلت به، أشكرك على قبول دعوانا، أشكرك على اتساع صدرك، أشكرك على منحك الوقت اللي أعطيتنا إياه. الله يوفقك يا أبو خالد. وكلمة أخيرة يا أبو خالد، كعادة روتين أي برنامج يستضيف الضيف لابد أن يعطيه كلمة أخيرة. كلمة أخيرة طال عمرك، تفضل.
ختام هذا اللقاء أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ فهد البقمي، رئيس مجلس إدارة ملتقى نخبة الشعر والإعلام، على إتاحة الفرصة لي في هذا الحوار الشيق. كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل أيضا لجميع أعضاء هذا الملتقى الذين لهم محبة وتقدير خاص من أخيهم مسعود العضياني. ونعود الشكر مرة أخرى لباني هذا الصرح العظيم الأخ الفاضل أبو ناصر، الذي جمعنا من كل حدب وصوب حتى أصبحنا أخوان متحابين في هذا الملتقى الطيب. وشكرا لكم جميعا. لا شكر على واجب يا أبو خالد، وهذا واجبنا طال عمرك، وتواجدنا تحت سقف واحد وفي مكان واحد وجمع رجال الطيبين، فهو هدف ومكسب معرفة رجال شرواكم، هو الهدف الرئيسي اللي حنا نتعب ونشتغل عليه. فالله يحييكم ومحلكم، والصرح ذا ما انبنى إلا بجهودكم، وأنتم اللي أسستوه، وأنتم اللي رفعتم من شأنه ورتبتوه بجهودكم وباهتماماتكم. الله يبيض وجيهكم جميع. في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكر الشاعر والإعلامي المتميز سعود بن محمد العضياني، وعضو لجنة الإدارة العليا بملتقى نخبة الشعر والإعلام، على إتاحة هذه الفرصة